حتى الشغل البدايات غير النهايات خالص. احنا بنبتدي بدايه حلوه جدا، بندخل على حته مظلمه. انت اول يوم ليك في الشغل هم بيبقوا شايلينك من على الارض شيل يعني بجد بيبقوا عاملين لك يعني فقره الساحر. اول يوم شغل بتلاقي مدام ماجي زميله معانا في الشركه، بس هي يعني اتجوزت وربنا ما كرمش، يعني انفصلت يعني بدري شويه. فهي بتبقى مسؤوله عن الموظفين الجداد. اول ما موظف جديد يجي فمدام ماجي بتظهر له كمان، عايزه حبيبي تعمل لك طور في الشركه، تعمل لك جوله كده توريك بقى الموظفين وهم قاعدين في الاقفاص بتاعتهم وبتاع، بتوريك بقى هم بيعملوا ايه والكلام ده كله. فانت مش مركز اساسا في الجوله، انت مركز مع مدام ماجي. الغريب ان كل الناس من بعيد كده بتضحك في وشك ضحكه انت مش فاهمها. عم محمد بتاع البوفيه بيضحك في وشك، الاتش ار يعني الاتش ار بيضحك في وشك. الاتش ار المواصفات بتاعته ان هو ما بيبقاش عنده الضحكه، بتبقى اسنانه اساسا ما بتبانش، يعني عنده مشاكل في اسنانه فما بيبينهاش، ليه ما بيضحكش وشه يعني بيضحك. تروح انت دخلت بقى ايه، لا الموظفين كلهم بيضحكوا في وشك الضحكه اللي هي الصفرة دي اللي هو كله مبتسم، وهو من جواه عايزين يقول لك اهرب هتغرق، اهرب بسرعه انفد بجلدك. اللي عاوز يقول بقى بينه وبين حرام، ده شكله ابن الناس مش متعود على البهدله. في واحد كده تلاقيه اللي هو ادي حمار جديد دخل الزريبه، عدي كل الناس مبتسمه، كاتبين لك على المكتب بتاعك زي ويلكم كده، كاتبين لك ويلكم وكاتبين لك شوكولاته وبتاع، زمايلك كلهم بيضحكوا جازين على اسنانهم جدا وبتاع. مدير بنفسه تلاقيه جاي بيعمل حركه غريبه شويه، بيجي يحط ايده على كتفك يروح قايل لك ايه، اهلا يا محمد، شد حيلك معانا يا محمد وخد بالك من الشغل. فانت الحاجه الوحيده اللي هتاخدها انت هتاخد بالك من الشغل. في النهايه بقى كل الكلام ده بيتحول، يعني انت بتوصل عند مرحله اللي هو بيعاملوك معامله غريبه بعد الضحك وبعد الكلام اللذيذ وبعد الدنيا ما كانت جميله وبعد ما فيش، انت بقيت واحد تاني، بقيت شخص مرفوض فجاه. فتلاقي الراجل عم محمد اللي كان بيجيب لك الشاي تلاقيه يرمي عليك ميه مواعين من بعيد. الاتش ار اللي هو ما كانش مبطل ده، كان مبتسم جدا ما بيعبركش، عامل لك بلوك اساسا. ايد المدير اللي كانت على كتفك تحسها ان هي معلمه على قفاك. الشؤون القانونيه رافعين عليك قضيه تبديد عهده، وان انت بوظت 3 ماوسات في الشغل، وكنت قالب الكيبورد بيانو فكنت بتلعب عليه، وبتمرجع على الكرسي، وبتدخل الحمام كتير فاثرت على الصرف الصحي. شركه الصرف الصحي نفسها بترفع عليك قضيه. فنهايه مأساويه. يعني مدام ماجي، فاكرها مدام ماجي يا ولا، مدام ماجي يا ولا، مدام ماجي اللي عملت لك الطور فجأة رفع عليك قضية تحرش، محضر تحرش. فاللي هو يا جماعة انتوا جايبيني تبهدلوني، انا ابن ناس على فكرة، يعني مش كده. فعملوني معاملة لذيذة، عملوني معاملة طيبة. ما في، انت بتدخل من هنا بتلاقي بقى الموظفين اللي كانوا مستخبيين في الفاصل بتاعتهم كله طلع يقول لك ما احنا قلنا لك، انتوا ما قلتوش حاجة، انتوا كنتوا بتبصوا من بعيد، يعني ما حدش جه نبهني، ما حدش قال لي خلي بالك في هنا حفرة هتغرق، انتوا ما قلتوليش ان انا هغرق، انتوا كنتوا بتضحكوا لي. فواحد يقول له انا قلت لك بصيت لك، فاكر لما بصيت لك وعملت بعيني الاتنين كده اللي هو انت في مشكلة، انت ما صدقتش. عارف انت ما صدقتش ليه؟ وكنت داخل انت مش همك، واللي يحصل والدنيا هتبقى حلوه ومية مية والشغل ده انا هتنغنغ جامد. فانت تقول له بكل حسن ليه؟ يقول لك عشان انت كحيان يا محمد. طب ادوني فرصه بقى، يعني انا دي كانت الفرصه الوحيده اللي هغير فيها نفسي واغير الكحيانه، مفيش. لا نفسك لبست